العمل بالمتاح، المثابرة، الصبر، حب التعلم، حب الوطن، حب المتاحف والفن والثقافة والمسارح. فتاة أثر فيها والدها ومخمضة الحياة. كتاب بالصدفة البحتة غير لها حياتها ولقت فيه الشيء اللي بتدور عليه لتصبح عزة فهمي أهم صانعة حلي في مصر والشرق الأوسط ومعروفة عالميا. طفلة صغيرة في بيت مكون من أب وأم وأربع أولاد، مولودة في قلب صعيد مصر تحديدا سوهاج. أب مهتم بتعليم أولاده، مش بس القراية والكتابة، الحياة، يعلمهم الفن، الكتب، المسارح، المتاحف، حتى الزرع. ورغم قصر المدة اللي عاشت فيها الطفلة مع والدها إلا أنه أثر فيها وكون شخصيتها بشكل كبير قوي. 13 سنة قبل وفاة والدها، اللحظة اللي كانت فارقة قوي في حياتها. انتقلت من بيت كبير لبيت أصغر، مستوى فوق المتوسط لمستوى أقل. أم كملت مسيرة الأب وما وقفتش، اتعلمت منها وعملت زيها، وزي ما شافتها تتصرف بالمتاح. علمتها تبقى ست بيت شاطرة، تعمل الجبنة وتعمل المربى. دخلت فنون جميلة، مش عشان هي فنانة من وهي صغيرة وحبا في الفن، بس مجموعها والحياة ودتها هناك. اتخرجت من الكلية واشتغلت في الحكومة وكانت شاطرة في شغلها، بس كان في حاجة جواها بتقول لها مش هو ده اللي أنا عايزة أعمله، مش ده المكان اللي عايزة أفضل فيه طول عمري. وعشان من زمان لما بيكونش عندك حلم وانت صغير، أول حاجة بتعملها عشان تدور على الحلم والشغف بتاعك هي التجربة. زي ما عزة فهمي بتقول انقش. عزة فهمي نكشت، كانت صديقة لإيفيلين مؤسسة قرية تونس، وقالت لها يا إيفيلين أنا عايزة أجرب. راحت الفيوم، ابتدت تجرب وتشتغل في الخزف، ما لقيتش نفسها فيه. قالت خلاص أجرب حاجة تانية. ابتدت ترسم رسومات وقصص للأطفال، فشلت على حد قولها فشل زيها. وبالصدفة في يوم من الأيام زارت معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول دورة ليه، كان وقتها في الأوبرا. رجليها خدتها للجناح الألماني مع إنها ما بتعرفش ألماني. مسكت كتاب وفتحته، ما فهمتش منه حاجة، بس لقت فيه صورة الحلق مزغرف من الفضة شدها. رغم إن هي مش فاهمة حاجة من الكتاب، إلا إن هي اشترت الكتاب بمرتبها كله. وقتها عزة فهمي ما كانتش عارفة إن هي هتبقى أهم مصممة حلي في مصر والبراند بتاعها معروف عالميا، بس كانت عارفة هي عايزة تشتغل في إيه. كانت عايزة تشتغل في الحلي، وعشان وقتها ما كانش في مكان في مصر بيعلم صناعة الحلي، وما كانش عندها القدرة المادية إن هي تسافر إنجلترا تتعلم في معاهد ومدارس للحلي، اتصرفت بالمتاح. راحت خان الخليلي، ومن عم رمضان لعم سيد عزة فهمي كانت أسطى. ما سابتش شغلها الأساسي، فضلت مكملة فيه. تخلص شغلها الساعة 2، تلبس الأفرول وتنزل خان الخليلي لحد الساعة 9، تتعلم كل حاجة عن الحلي، تتعلم عن الذهب وعن الفضة وازاي الحاجة بتتنفذ وازاي الحاجة بتتفك. ابتدت تبقى شطورة وتعرف تنفذ تصميماتها بإيديها، وكأي بزنس صغير ابتدت تبيع للناس اللي حواليها. حظها الجميل جات لها فرصة إن هي تاخد منحة من البريتش كانسل وتسافر إنجلترا 6 شهور تتعلم أكتر في مدرسة حلية هناك. اتعلمت أكتر واتطورت أكتر. سنة 79 كان أول ظهور لحلي عزة فهمي على شاشة السينما، وكانت لابسة الحلي سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي. لما أستاذ ناجي شاكر مصمم الديكور والأزياء في الفيلم رشح عزة فهمي إن هي تصمم الحلي عشان يخرجوا لنا لوحة من أحلى لوحات السينما، سعاد حسني وهي بتغني بانو 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 ولابسة حلي عزة فهمي. نرجع بالزمن شوية ورا، لما عزة فهمي كانت لسه قاعدة في الورشة جنب الشباك في خان الخليلي، شباك بيطل على معلم من أهم وأحلى معالم القاهرة الفاطمية، مسجد السلطان قلاوون. شافت القبة وشافت الكلام اللي تحتيها، وقالت ليه ما دخلش الزخرفة والكتابة باللغة العربية في صناعة الحلي. وفعلا عزة فهمي دخلت الكتابة في صناعة الحلي، وعملت مجموعات كتير قوي رائعة لكتاب وشعراء كتير زي صلاح جاهين والكلثوميات ومجموعة ابن حزم.
وشعراء الأرض المحتلة. تصميماتها كلها مش عادية وفيها روح وفيها فكرة. بتستوحى تصميماتها من قلب الحضارة ومن قلب الحياة، من الحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية والحضارة القبطية، للتراث المصري، تراث الصعيد وتراث النوبة. لفت مصر شبر شبر عشان تاخد إلهام وتاخد أفكار لتصميماتها، وابتدت بعد كده تلف العالم علشان تطلع على حضارات كتير زي الحضارة الإفريقية وتستلهم أكتر علشان تطلع لنا كل مرة كولكشن أروع من اللي قبل. عزة فهمي مش بس كانت أول ست تاخد رخصة صائغة، إلا إنها فضلت ورا الحكومة سنة ورا سنة لحد ما طلع قانون يسمح بدمغ الذهب على الفضة. تطلع لنا مجوهرات وحلي مش زي الحلي المتعارف عليه تجاريا اللي بيتباع بالجرام. طلع لنا قطع لا تقدر بثمن، معمولة برؤية وبروح وبإيد مصرية. صعود وهبوط في حياتها، أم بطولها لطفلتين أقل من 12 سنة، قرض من البنك لازم يتسدد، شغل ليل نهار. كانت ساكنة في الحرانية وورشتها في بولاق، توصل عيالها المدرسة وتروح شغلها. بنتين كانوا نقطة فاصلة في حياة عزة فهمي وفي حياة البراند، فاطمة وأمينة. فاطمة العقل المدبر وأمينة الفنانة، قطع بازل بتكمل بعض من غير ما يقصدوا. كأي أم عاملة وصاحبة بيزنس كانت بتاخد بناتها معاها الشغل. مش أي أم عندها الحكمة اللي عند عزة فهمي كانت بدون أي إجبار منها بتطلب منهم إن هم يساعدوها في الشغل وبتديهم مرتب بس عشان تعرفهم قيمة العمل. والحسن حظها وحظهم وحظنا كلنا، البنات حبوا المهنة عشان يحولوا براند عزة فهمي من مجرد إن هو براند معروف في مصر، معروف للناس اللي مهتمة بصناعة الحلي، لواحد من أهم اللاكجري براندز في مصر والشرق الأوسط، وموجود كمان عالميا. عزة فهمي عندها حوالي 80 ستور، مش بس في مصر، في الوطن العربي وكمان في لندن. والبوب سابس بتاعتها بتكون موجودة في كل المهرجانات العالمية. الحلي بتاعها بتلبسه فنانات عالميات زي جوليا روبرتس. عزة فهمي مش بس قدمت لنا براند مصري كلنا فخورين بيه ووصل للعالمية، عزة فهمي كمان قدمت لنا حاجة مهمة قوي، وهي ان عملت مدارس وورش لكل الناس الشغوفين وحابين يتعلموا صناعة الحلي، حاجة ما كانتش لاقيها في اول مسيرتها. ومش بتخاف ان هي تعلم حد ويطلع ينافسها، بالعكس ده شيء بيساعدها جدا. اكتر من 50 سنة براند عزة فهمي موجود، بيتطور وينتشر اكتر عشان يثبت لنا ان احنا بلدنا فيها كتير قوي، ويثبت لنا انت ممكن تبتدي من الصفر وتوصل للعالمية. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب.